خلص الجلسة ودخل غرفته الخاصة وانتحر. انتحار قاضي بمحكمة استئناف سموحة بالإسكندرية مش انتحار عادي، وبرغم ان الطب الشرعي اثبت ان المستشار هو اللي انتحر بنفسه، برضه مش انتحار عادي. اي حد بيفكر في نقطة الانتحار بيكون وراه دوافع كتيرة جدا. الدوافع الكتيرة دي بتعمل حاجز كبير جدا ما بينك وما بين اي حلول ممكن توصل لها تطلعك من فكرة الانتحار. واكيد القاضي ده وراه دوافع كبيرة جدا للانتحار، ومش دوافع عادية. في تخيلكم كده ايه الدافع اللي يوصل قاضي انه ينتحر؟ قاضي بيحكم بين الناس بالعدل. في تخيلك كده ايه اللي يخلي القاضي ده يوصل لفكرة الانتحار؟ التحقيقات شغالة والمباحث المصرية ما شاء الله قوية وهتوصل للدوافع دي، واكيد الدوافع دي وراها شيء بيمس المستشار الله يرحمه.